حقروني وزوجوني براجل ما يكسب ما يعلم غير باش يدلوني، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اللي وقع غيصدمهم كاملين. وتقلبت الآية. أيها البنات، قصتي فيها عبرة كبيرة، اسمعوها مني. أنا واحد البنت اللي كنت عايشة واحد الحياة اللي هي زوينة بزاف، هادئة ومستقرة. الأب ديالي كان إنسان ميسور، عنده اللي يتشم وما يتلم. تزوج بماما من بعد واحد القصة ديال الحب كبيرة بيناتهم. جابوني للدنيا أنا الأولى من بعد خويا، وكانوا فرحانين بينا. إلا جداتي ما كان عاجبها حال، ما كانتش كتحمل ماما، وحتى حنا ما كانتش كتحملنا. كنت كنحس بداك الشيء ملي كنمشيو عندهم واخا كنت صغيره، حيت كانت ديما كتضربنا على ابسط حاجه، وكنت كتغوت علينا وكتقول لينا ما تبقاوش تجيو عندي، كتصدعوني في راسي. واخا هكاك ما كناش كنديو عليها. بقينا عايشين بخير وعلى خير بين بابا وماما، حتى كتاب المكتوب وكل شيء تقلب، وحياتنا تبدلات في رمشة عين. بين ليلة ونهار لقيت راسي انا وخويا يتامى. ماما توفات، قالوا كلات شي حاجه مسمومه. هضره كتروج في العائله، قالوا عطاوها شي توكال، ولكن ما عرفوش شكون اللي عطاه ليها، وحتى حد ما جاب ليها حقها. هي مشات عند الله، واللي قتلها طليق ما خداش الجزاء ديالو، ولكن الا ما خداش الجزاء ديالو في الدنيا غياخدو في الاخره. حقا عند الله. حزن عليها بابا بزاف، ودخل في واحد الحاله ديال الاكتئاب، ما تقبلش الفكره ديال الموت ديالها. جداتي غير داز العزو قالت لبابا نتزوج، تخاصم معاها وقال ليها واش نتيا لاباس شويه؟ يلاه مرتي ماتت، مازال حتى ترابها ما نشفش، وبغيتيني نوض نتزوج، وزايدون حيدي هاد الفكره من راسك. راني عمري ما غادي نقدر نجيب شي مرا لولادي اللي غادي تكرفس عليهم وتعذبهم. انا سمعت ديك الهضره اللي دارت بين جداتي وبابا، خفت نفقدو كما فقدت ماما، حيت كنت متعلقه به بزاف. ومشيت عنده وقلت ليه واش تقدر شي نهار تزوج وتسمح فينا؟ قال لي شكون قال لك هاد الهضره؟ عمري ما غادي نسمح فيكم، نتوما هما حياتي وراس مالي. 4 سنين اللي داز على وفاه الام ديالي، وفي ديك 4 سنين كامله جداتي ما عياتش. كل مره نفس الموضوع ونفس السيناريو كيتكرر، كتقول لبابا خاصك تزوج. حتى قنعاتو من بعد ما قالت ليه ما تخافش على ولادك، لقيت لك البنت اللي غادي تحافظ لك على ولادك وعلى دارك من دمنا وما غاديش تفوتنا. جابت ليه بنت خوها، يعني بنت خالو، وكانت صغيره في العمر، كان في عمرها 28 عام، وبابا كان في العمر ديالو شي 46 عام هكاك. واخا هكاك قبلات بيه، حيت هما كانوا ناس دراوش وما عندهمش، وبابا كان ميسور ولاباس عليه، داكشي علاش طمعت باش تزوج به. انا ديك الساعات كان في العمر ديالي 15 سنه، كنت واعيه لداكشي كامل اللي كيوقع قدام عينيا. هذيك مرت بابا في الاول دخلت درويشه، ومن بعد تبين لينا بانها غير كتمثل، غير باش تكسب بابا في صفها وتقلب علينا. بابا اللي كان كيحماق علينا ولا كيسمع غير ليها هي، واي حاجه قالتها ليه هي اللي كاينه. تكرفصات علينا، لا انا لا خويا. كنت شغل الدار كنديرو كله على ظهري. في الاول كنت كنقرا مزيان، كنت كنجي انا الاولى في القسم. من بعد بان لي بانها كانت كتغير مني، ملي كتشوفني كنحفظ ولا كيكونوا عندي الامتحانات، يلا هي كيبان ليها السياق والجفاف وجميع الدار، غير باش ما نحفظش. المهم شويه بشويه وليت كنتراجع في قرايتي. ملي وصلت للباك ما نجحتش، وقنعت بابا باش يخرجني من المدرسه، وانني راني ما كندير والو غير كنمشي وكنجي. واخا حاولت انا نشرح لبابا، ولكنني ما سمعش مني، سمع منها هي. قال لي غير كتمشي، انا عارفك اش كديري في الليسي، غير ماشيه جايه ما باغياش تقراي، دابا غادي تخرجي من القرايه وتجلسي في الدار. يمكن وصلت لبابا شي فكره غلطه،
وقالت ليه انني راني كنمشي في واحد الطريق اللي هي خايبه. داكشي علاش بابا خاف عليا وخرجني من المدرسه، وانا داكشي كامل اللي قالت عليا كذوب. هي غير كانت كتغير مني حيت هي ما كملتش القرايه ديالها. من بعد السيده ما بقاتش حامله انا في الدار، لا انا لا خويا، بغات تبقى على راحتها. السيده باقا صغيره وبغات تعيش حياتها. قنعت جداتي باش تدينا عندها وقالت لها انا بغيت نعيش حياتي حره في داري. جداتي كانت عزيزه عليها حيت هي اللي كانت جابتها ليه، وقالت لبابا غادي نجيب ولادك يعيشوا عندي في الدار. ومشينا عند جداتي ونفس المعاناه. تخيلوا جداتي كانت كتعطي لخويا الصغير يسيق ليها السطح ويسيق ليها الطواليطات حاشاكم، كانت كتكرفس عليه. اما انا كنت كنهز شغل الكوزينه كله. ما عرفتش علاش جداتي كانت كتعاملنا بديك الطريقه الخايبه، واش حيت انها كتكره الام ديالي ولا غير كتكرهنا هكاك، ما عرفتش. واحد النهار مشينا عند خالتي نشوفوها شفتنا مبهدلين في حالتنا، وهي تقترح عليا نمشيو نسكنوا معاها. واخا خالتي كانت واحد الانسانه اللي هي بسيطه، يعني عيشتها ما كانتش بحال العيشه ديالنا حنايا. هي كانت مجوجه راجل على قد الحال. ملي قالتها لبابا، بابا ما بغاش، ولكن مرتو منين قنعاتو بغى، وقالت ليه البنت غادي تبقى معانا، والولد الا بغيتي تعطيه لخالته غير عطيه ليه. خويا مشى عند خالتي وعاش معاها، وانا مرت با شداتني عندها حيت كانت في داك الوقت حملات، وفكرت انني انا خارجه من المدرسه ونولي نشغل عليها ونقابل ليها داكشي اللي غادي تولد. ملي ولدات انا اللي كندير كل شيء، انا اللي كنهز الدار، وانا اللي كنقابل لها داكشي اللي ولدات. المهم تقولوا عليا خدامه في دار بابا. ملي وصلت 25 عام ولاو الخطاب كيجيو فيا وكيخطبوني. المهم كانوا كيجيو، ولا كاينني شي حد كيعجبني وما كيعجبش بابا، كاين اللي كان كيعجب بابا وانا ما كيعجبنيش. حتى لواحد النهار مرتبه وجداتي غادي يدبروا لي على واحد العريس، وغيكونوا متفقين بيناتهم. واحد الولد من العائله، ولا كاينني من عائله بعيده، حتى هو يتيم ما عنده لا امو لا باه. هذا يعني من عتبات الفقر والاحتياج العتبات الغنى. ايها البنات، خذوا قصي عبره لكم، وكونوا متاكدين بان الله ما كيضيعش الانسان المؤمن، واللي كيتمنى شي حاجه زوينه في دنيته كيوصلها ولو بعد حين. في الجزء الاول من قصتي حكيت لكم تفاصيل حياتي كلها، كيفاش كنت عايشه انا وخويا في الحياه ديال ماما. عشنا واحد الحياه اللي هي زوينه بزاف، ولكن خساره كانت قصيره. ذكرياتها مازال كيروجوا في الدماغ ديالي، عمري ننساهم ليومنا هذا. ولكن ملي توفات كل شيء تقلب وحياتنا تخربقات. من نهار جداتي جابت بنت خوها للدار وزوجتها بابا اللي في صفه انسان كتلدغ فينا واحد مورا واحد. تكرفسات علينا وعانينا معها بزاف. جرات على خويا من الدار ومشى سكن مع خالتي. اما انا قنعت بابا باش يخرجني من المدرسه ونبقى نشقى عليها. خلات بابا ما يبقاش يحس بينا، ولا كيشوف غير بعينيها شوارها وريريها. ما بقاش داك الاب الحنين، ولكن كنعذرو ما كانش لخاطرو. هادشي اللي كنعاود لكم غير شويه من بزاف. هاد مرت بابا ما خلات ما دارت فينا، تكرفسات علينا بمعنى الكلمه. حتى من حوايجي كانت كتقطعهم ليا، حتى تجرأت عليا وسرقات لي الذهب ديال ماما، وما قدرت نقول داكشي حتى لشي واحد النهار جات عندنا اختها للدار وشفت الخاتم ديال ماما في يديها، تما تاكدت بانها هي اللي سرقاته. ما قدرتش نقولها لبابا حيت اصلا ما غاديش يتيقني وغايجي في صف مرتو. اما جداتي فكانت متفقه معاها حيت من نفس طينتها، وكانوا هي وياها متفاهمين بزاف. بقيت عايشه على داك الحال حتى وصلت ل 25 سنه، وبداو الخطاب كيجيو فيا، وكان اي واحد كتشوف فيه الضوء كيبان ليها انسان ميسور وقادر يعيشني في الخير. كانت كترفض، كدير شي حاجه وكتبقى تقنع في بابا
حتى ما كيوافقش عليه. هي كان الهدف ديالها تزوجني لشي واحد ما عندوش، باش ديما تشوفني مدلوله وتحت السيطره ديالها. وفعلا جابت لي واحد من العائله ديالها وقنعت جداتي باش تقنع بابا ويزوجني به. كان انسان درويش بزاف وما عندوش، والديه متوفيين ومخلينه غير هو وخوه. ساكن في واحد الدار هو خوه مزوج، ساكن في الطبقه لتحت وهو الفوق. عييت ما نطلب في بابا ونرغب فيه ونزاوق فيه. قال لي غير هو اللي غادي يتزوجي. واخا في الاول بابا كان ما موافقش، ولكن منين قنعوه جداتي وهي صافي اقتنع. قال لي واخا تشوفيه فقير، ولكن الا خصتك شي حاجه انا غادي نعاونك، ما تخافيش. المهم منين شفت حتى عييت صافي ما عندي ما ندير، وافقت عليه ومشيت مع داك الراجل لدارو. ملي سكنت معاه وعاشرته لقيته انسان الله يعمر ليه الدار، انسان كيخاف الله وكان فرحان بيا بزاف، وكان باغي يدير اي حاجه باش يسعدني. حيت قال لي عمري ما كنت كنتخيل انني غادي نقدر نتزوج بك، واخا كنت كنشوفك ولكنني كتباني ليا من رابع المستحيلات نقدر نوصلك ولا يقدر الاب ديالك يعطيك ليا. قال لي راه جداتك هي اللي قنعاتني وقالت لي راه غادي نقنع باها باش يعطيها لك. كما قلت لكم كان انسان درويش وما فحالوش، ولكن واخا هكاك كيحاول يدير المستحيل يوفر لي داكشي اللي بغيت، واخا يدير الكريدي يجيب لي داكشي اللي وصيتو عليه. تما هاد السيد زاد كبر في عينيا ووليت كنبغيه، وفكرت انني نعاونو ما نبقاش غير جالسه في الدار، بحكم انني انا قريت حتى الباك، يعني نقدر ندير شي حاجه. هو كان رافض الفكره ديال الخدمه في الاول، ولكن ملي بقيت كل نهار كنقول ليه بغيت نخدم، خلاني خدمت في واحد المدرسه بريفي كنقري الدراري الصغار. واخا ماشي شي خلاص اللي كانوا كيخلصوني، ولكنني بعدا مشيه بها اموري. وكان عندي حتى مع الطياب والحلويات، واتفقت انا ومرت خوه نديروا واحد المشروع في الدار على قدنا، ونبقاو نطيبوا بسطيلات ونديروا الحلوه ونبقاو نبيعوها. حتى درت الكليان في المدرسه اللي كنت كنقري فيها، ولاو كيجيونا لي كوموند، وجمعت حصايصه من داك الفلوس. واحد النهار مجمعه انا وواحد صاحبتي في المدرسه وهي تقول لي راه كتعرف واحد السيد كيبيع الكونطرات لاوروبا وراها بغات تصيفط راجلها. الصراحه ما كانتش عندي الفكره ديال اوروبا وعمري فكرت فيها، ولكن ملي قالتها ليا بقيت كنحلم وعجبتني الفكره. ولكن المبلغ اللي طالب داك السيد في الكونطرا كان كبير شويه. مشيت عاودت الراجل هذا الشيء، وهو قال لي ملي غادي نجيبوا هاد الفلوس. قلت ليه غادي نتسلفوا، الا بقات خاصنا شي حاجه نتسلفوها، خاصنا غير نتاكدوا واش هاد السيد يعني موثوق منه ولا لا. ملي مشينا سولنا على السيد لقيناه مصيفط شحال من واحد من قبل وكل شيء الناس كيشكروا فيه. صافي تما جبت دوك الفلوس اللي عندي، وحتى راجلي كانت عنده شي حصيصه داسه، وخوه تعاون معنا حتى هوايا، وانا تسلفت على صحاباتي، وحتى راجلي تسلف على صحابه، حتى جمعنا المبلغ اللي بغى داك السيد وعطيناه ليه، وقاد راجلي الامور ديالو وسافر. بقيت انا في الدار وخدامه مع خوه ومرت خوه، وبابا ومرتو ما سيقينش لهذا الشيء الخبار. حتى لواحد النهار جا عندي بابا وقال لي سول على راجلي وانا نقول ليه. قال لي ما في خباري والو. وهو يقول لي دابا منين صافر راجلك علاش جالسه هنا بوحدك، زيدي جلسي معانا وراه ما غيخصك حتى خير. الصراحه انا ما بغيتش، انا راحتي لقيتها تما في داري ومفاهمه انا ومرت خوه، وشحال ما بعدت على مرت بابا راه مزيان. ما بغيتش نمشي مع بابا وفضلت نجلس في داري حتى يجي راجلي. مرت بابا منين ساقت الخبار ولات كتصوني عليا في التليفون وكتقول لي ايوا عندك يمشي دابا راه مشى لتما غادي يشوف ليه شي وحده وينساك. بغات زعما دير ليا الشك، ولكن انا ما كنتش كنتسوق لهضرتها. بقيت عام على داك الحال. منين راجلي قاد الامور ديالو نزل المغرب وبدا كيقاد ليا الوراق، والحمد لله يسر فيهم سيدي ربي، ومشيت حامله. ما قلناها حتى لواحد من العائله ديالي، ما عرفوا في خبارهم حتى وصلنا على برا.
وصلنا لأوروبا وبدينا من جديد وكونا حياتنا. خدمت انا ولا راجلي ودرنا علاش نرجعو. صيفط لخويا كونطرا وجبتو حدايا، وهو حاليا خدام ومزوج، وانا رزقني الله ب3 ديال الوليدات. بعنا ديك الدار القديمه ديالنا وشرينا واحد الدار اللي هي غزاله في وسط المدينه، كنمشيو ليها في الصيف باش نرتاحوا فيها حنا وليداتنا. ملي كنزل المغرب بابا كنمشي عنده نشوفو في سبيل الله، حيت هو الصراحه ما دار لي حتى شي حاجه وكان مغلوب على الامر ديالو، ولكنني ما كنجلسش عندهم بزاف، غير كندخل نشوفهم وكنخرج. جداتي مرضات وجاها السكر وعماها من العينين ما بقاتش كتشوف. هذيك بنت خوها اللي جابت البابا جرات عليها لدارها، ما بغاتش تقابلها، قالت ليه جيب لامك خدامه هي اللي تقابلها. جداتي حتى لدابا عاد طلبت مني السماحه وعرفت بالغلط ديالها وداك الشيء اللي دارت فينا. انا حاليا الحمد لله عايشه مع راجلي ووليداتي بخير وعلى خير وما خاصني حتى حاجه وفرحه.